السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة القدم من أشهر الرياضات في العالم إن لم تكن أشهرها، ودايما بنسمع بمبالغ مهولة بتدفع للاعيبة ممكن تتخطى ميزانية دول بعينها. بس يا ترى هل الفلوس دي بتدفع كده وخلاص ولا وراها عائد أكبر؟ وليه بنحب كرة القدم أوي كده مع إننا مش دايما بنلعب كرة قدم؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس في البداية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. جاهزين؟ يلا بينا. خلينا في البداية نتكلم عن بداية كرة القدم اللي بتعود للصين اللي اخترعت اللعبة في الأساس، والكلام ده كان في القرن الثالث قبل الميلاد، وكانت عبارة عن شوية أشخاص بيلعبوا بحاجة مدورة، والهدف منها إنهم يمرروا الكرة من خلال شبكة مصنوعة من الخيزران. بعدها انتشرت اللعبة بشكل كبير جدا في اليابان وفي مصر وغيرها من الدول القديمة. بس في مصر كان انتشارها مختلف شوية، لأن كرة القدم بالذات كانت لعبة بيحبها الملوك والأشخاص العاديين، وكانت عبارة عن أحلام للشعب المحتل، لأنه كان بيكون فريق ضد الدولة المحتلة، وطبعا بيبقى في جمهور للعبة دي. ولما كان الفريق بتاع الدولة دي بيفوز ويغلب الدولة المحتلة كانوا بيفرحوا ويهللوا على أساس إنهم خرجوا الاحتلال من بلادهم، لحد ما وصلت اللعبة دي إنجلترا. وتقريبا ده السبب الرئيسي اللي مخلي الدوري الإنجليزي دلوقتي أقوى دوري في العالم حتى بعد العملية السعودية. إيه اللي حصل بقى؟ اسمع يا سيدي. اللعبة دي لما وصلت إنجلترا كانت بتتلعب في الشوارع والطرق، والكرة كانت بتتمسك بالإيد، وأي حاجة فيها بتمشي عادي مفيش مشاكل. واهم حاجه عندهم انهم يمرروا الكره في الشبكه باكبر عدد ممكن، اللي هو زي الاجوان كده بس بطريقه مختلفه. لحد سنه 1863 تم تاسيس الاتحاد الانجليزي، واللي يعتبر اقدم اتحاد تم تاسيسه في التاريخ، ووضع عليها قوانين يتلعب بيها اللعبه دي. اهمهم ان محدش يقدر يمسك الكره في ايده غير طبعا حارس المرمى، لحد ما وصلت للصوره اللي نعرفها بشكلها الحالي. وده في حد ذاته اداها شهرة واسعة جدا، لأنها من أقدم الرياضات في التاريخ، وأي رياضة تانية نعرفها هي تفرع لكرة القدم مش أكتر. بس هنا نسأل سؤال، يا ترى هي دي الأسباب اللي بتخليها مشهورة وبتدفع فيها الفلوس المهولة دي كلها؟ لو جيت تقارن كرة القدم بأي رياضة تانية زي مثلا كرة اليد ولا كرة السلة، هتلاقي نفسك بتلقائية كده بتحب كرة القدم، مع إن الرياضات دي ليها جمهورها طبعا. وده لأنك بتلاقي نفسك في كرة القدم بتحس إنها اللعبة اللي لو نزلت لعبت مكان اللاعب هتقدر تجيب جون، أو نزلت مكان الحارس هتقدر تصد الكرة بكل سهولة، على عكس كرة السلة اللي بتحتاج مواصفات معينة زي الطول ودقة التصويب والسرعة وحاجات تانية كتير. إنما كرة القدم أنت بتشوف نفسك في مركز واحد من اللاعبين، سواء في الدفاع أو الهجوم أو حارس المرمى أو خط النص، وده بيحفز هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة عند الإنسان. زي مثلا لما بتتفرج على مباراة للفريق المفضل ليك، أو مباراة مهمة للمنتخب بلادك، ويجي جون أو الفريق بتاعك يفوز، بتلاقي نفسك في حالة من السعادة غير طبيعية، وده بسبب روح التنافس اللي حاصلة جواك. على عكس برضه لو فريقك اتهزم أو منتخبك هو اللي اتهزم، بتلاقي نفسك حزين ومتضايق وزعلان بشكل غير طبيعي، وكأنك خسرت كأس العالم زي ما بيقولوا. ده غير إنها لعبة شعبية أي حد ممكن يلعبها، ولما بتتجمع انت واصحابك بتروحوا تعملوا حجز الكوره، مش بتروحوا تلعبوا سله. وكل ده كفيل يخليها اشهر لعبه في العالم، وبسبب شهرتها الواسعه دي بيعملوا ليها ملاعب مهوله بتشيل عدد اكبر من الاشخاص. زي ما بنشوف الملعب بيشيل 50,000 و70,000، وفي ملاعب بتوصل ل150,000 متفرج، على عكس كرة السلة وكرة الطايرة وكرة اليد والألعاب التانية مش بتشيل أكتر من عدد معين. زي ما انتوا شايفين الملاعب بتبقى في صالات مغلقة كده، عدد جماهيرها صغير، وكمان الملاعب دي ساعات مش بتبقى مليانة. ودي إجابة السؤال التاني، ليه بتدفع الفلوس دي كلها في الكورة؟ وده علشان شهرتها الواسعة ومتابعينها من جميع أنحاء العالم، لأنها مش بتقتصر على دولة معينة ولا لون معين في التشجيع. كل ده كفيل يخلي أي شركة تفكر تعلن هناك، وعشان كده أسعار اللاعبين بيبقى غالي، لأن الشركات دي بتدفع كتير جدا في الإعلانات. فالطبيعي اللاعيبة اللي بتعمل الإعلانات دي هي اللي بتاخد مبالغ أكبر، لأن الكورة معتمدة على اللاعبين وعلى المهارة اللي موجودة جوه كل لاعب.
وطبعا اللاعب بيتعب من تدريبات لتحييد جمهور لغيرهم. وطبعا كلنا شفنا اللي حصل في الفترة الأخيرة من السعودية واللي عملته في الكورة من مبالغ مهولة اتدفعت للعيبة كبيرة انضمت للدوري. قول لنا في الكومنتات، انت بتشوف نفسك في أي مركز في اللعبة؟ دفاع ولا هجوم ولا حارس مرمى ولا خط نص؟ في النهاية ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.